السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله هعمل معاكم النهاردة الجلاش المحشي بالكنافة. حاجة كده جميلة جدا ما شاء الله، احسن من اشطر حلواني. هتعملي حلويات شرقية في البيت بطريقة رائعة جدا وبكمية وفيرة في البيت، احسن من اي حاجة. ان شاء الله نسمي الله ونصلي على رسول الله. معانا هنا نص كيلو كنافة مفرومة. بنجيبها وبتحطيها في الفريزر، بتطلعها تعمليها في الكبة. وهنحط عليها حوالي 4 معالق سمنة بلدي، ونبدأ ان احنا نسخنهم كده ونحمرهم فيها لحد ما يوصلوا للون كده متحمر بامبا. وبعد كده بننزل بيهم في صينية فاضية بعد ما تاخد لون كده ذهبي بسيط. ريحتها جميلة جدا وهي بتتحمر في قلب السمنة، بصراحة ريحتها تحفة. بننزل عليها هنا بكوباية جوز الهند ناعم. طبعا اسعار الحلويات دلوقتي عادت مرتفعة جدا، وقليل جدا اللي بيقدر يشتريها. فاحنا نعمل ونوفر في البيت بنص كيلو كنافة ونص كيلو جلاش. هنعمل كمية حلويات اكتر من 50 قطعة من الحلويات الجميلة دي. هننزل ب4 معالق شربات تقيل من اللي احنا هنسقي بيه الجلاش دوت، علشان الحشوة هنا تمسك في بعضها. يا ريت اللي يشوف قناتي انا يوميات تيتا ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناة لو اول مرة تشوفوني. ما تنسوش بقى دعمكم لللايك للفيديو. هنخلطهم هنا كويس مع بعض. وعندي هنا لفة جلاش اللي هي نص كيلو، بناخد منها ورقة ورقة، بنتني الحرف بتاعها حوالي ربعها كده، وننزل بالخلطة اللي احنا عملناها. ونبدأ هنا نلف الورقة دي على هيئة رول كده. بسم الله ما شاء الله، كده حاجة اللهم بارك عسل. هندهن الورقة بتاعت الجلاش دي كده بالسمنة، ونبدأ كده نلفها صوابع مع بعض. حاجة كده سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص ولا فيها أي مجهود، وأي حد يقدر يعملها. بصوا كده، خلصت كده النص كيلو جلاش معايا، وهبدأ هنا أقطعها صوابع متساوية. والحراف دي هحاول ان انا اشيلها علشان هي مش بيكون فيها حشو، علشان ما تتحرقش في التسوية. هنزل عليها هنا كده ادهنها بالسمنة. عندك سمنة بلدي ماشي، سمنة نباتي ماشي، اي حاجة المتوفر عندك. بصوا كده ما شاء الله شكلها تحفة جدا من قبل ما تدخل الفرن. خلصت هنا كده الكمية معايا ما شاء الله. بصوا كمية قد ايه. دخلتهم الفرن هنا على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق، بيتحمروا من فوق ومن تحت وبيبقوا حاجة كده عسل. هنزل عليهم هنا كده بالشربات. كوبايتين سكر وكوبايتين مية ونص ليمونة، وهنا عندي معلقة صغيرة فانيليا. ما شاء الله كده عسل لمدة 10 دقايق كده، ونكون كده الشربات جاهز معانا. مقرمشة وطعمها تحفة وحاجة كده عسل. اللهم بارك، كده حاجة جميلة. بصوا هنا عامل ازاي. التسوية رائعة بصراحة، ومقرمش كده وحاجة عسل. وكمية قد ايه، احسن من بره بكتير بكتير بجد. جربوها جدا هتعجبكم. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.